السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا، يلا بينا نعمل حاجة حلوة مع بعض. فيديو النهاردة البسيسة بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد مننا لا وقت ولا مجهود. أنا هعمل الوصفة بتاعتي النهاردة في الخلاط. نزلت ب3 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ، عليهم معلقة صغيرة من فانيليا دريم بالبرتقال. طبعا انتوا عارفين أنا قد إيه بحبها واعتمدتها في مطبخي. بعد كده حبايب قلبي هننزل بيه كوباية كاملة من السكر، سكر حبيبات. أنا استخدمت المعيار بتاعي كانت الأكواب المعيارية، ممكن تستخدمي أي معيار انت حباه. عندنا كمان كوباية كاملة من الحليب، يعني ممكن نستخدم الكوبايات أو المجات بتاعة الشاي. كوباية إلا ربع من الزيت، وأنا استخدمت زيت نباتي زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. هنضربهم لحد ما يوصل القوام بتاعنا كده يبقى عامل زي الفوم. هنيجي بقى للمكونات الجافة بتاعتنا. المكونات الجافة بتاعتنا هي كوبايتين من دقيق الذرة، الدقيق الأصفر، عليهم نص كوباية من الدقيق الأبيض، دقيق متعدد الأغراض، عليهم كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وبخلطهم زي ما انتوا شايفين، طريقة سهلة وبسيطة جدا. بصراحة بعملها بطريقة والدتي الله يرحمها، ما عملتش فيها أي افتكاسات، يمكن بس فانيليا دريم، فانيليا البرتقال. بننزل بالخليط بتاعنا وبنبتدي نقلب. ممكن نستبدل اللبن بعصير البرتقال، ممكن نستبدل الحليب بتاعنا باللبن الرايب، يعني زي ما انتوا حابين. بس اللي انا بعمله ده هو اصل البسيسة. وبنقلب زي ما انتوا شايفين كده الخليط. بعد كده بقى بنستخدم المضرب اليدوي عشان الخليط بتاعنا كله يتجانس. بصوا حبايب قلبي، كده الخليط بتاعنا بقى متجانس كله مع بعضه. الفرن بتاعي طبعا على درجة حرارة 180، هي بتاخد حوالي ساعة الا ربع، طبعا حسب الفرن بتاعك. هجيب بقى صينية، عندي صينية 25 دهنتها بالزبدة. ودلوقتي حطيت ورق زبدة كمان علشان اضمن ان هي ما تلزقش خالص معايا. وهنزل بالخليط بتاعنا، ولا اسهل من كده. طبعا في ناس بتزود نسب الدقيق على اساس ان هي تطلع معانا ناعمة، لكن هو ده اصل البسيسة بتاعتنا، ان هي تطلع معانا مثرولة كده. زي ما قلت لكم الصينية بتاعتنا جاهزة، طلعت معانا وزي ما انتوا شايفين هشة قد ايه، وبجد بجد طعمها تحفة، طعمها وهم. وهي دي اصل البسيسة بتاعتنا. في فرق طبعا بين الكيكة العادية وبين البسيسة. البسيسة لازم تطلع زي ما انتوا شايفين كده مفرولة. بصراحة مش صابرة يعني طلعتها وهدوقها بقى. بجد طعمها حلو جدا 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 جدا، وقوامها حلو، وطلع زي ما قلت لكم هشة، حاجة ولا اجمل من كده. بتمنى الفيديو يعجبكم، يا ريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وشير واشتراك في القناة، واستنوني دايما